مساء الفل على الناس الحلوة، وحشتوني جدا جدا. هنتكلم النهاردة عن حاجة مدوخانة وقلقانة وعاملة قلق كده لكل أولياء الأمور. يا ترى ايه هي؟ الفونكس. يا مس أنا عايزة أعلم ابني فونكس كويس، ومديني الموضوع أكبر من حجمه قوي. كل الموضوع إن الفونكس ده اللي هو علم الصوتيات، يعني ازاي أنا أبقى عارفة الحرف اللي قدامي صوته ايه، وازاي أقرأ في وسط الكلمة، ازاي في المكان ده يكون ليه صوت معين. طب لو حرفين جم مع بعض هيكون صوتهم عامل ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا هبسطها على قد ما اقدر قوي. الفونكس عندي بتتقسم لحاجتين، يا اما عندي صوت الحرف لوحده، يعني اللتر لوحده، يا اما معايا صوت اكتر من حرف. يعني لو حرفين مع بعض هيكون نطقهم ايه؟ يبقى يا اما الحرف لوحده عامل ازاي، يعني مثلا يعني انا عندي الاي يبقى السي صوتها يا اما سه يا اما ك. انا هسيب الحته دي لان خلاص تقريبا احنا كلنا عارفينها او عارفين صوت كل حرف عامل ازاي. الفكره كلها بقى في الكومباوند فونكس، يعني لما بيكون عندي حرفين اتنين جم مع بعض وصوتهم او عملوا صوت مختلف. زي بالظبط كده لو انا قاعد لوحدي في البيت انا هيبقى صوتي هادي واقول لابني وافهمه كده. طب لو انا جه معايا اخويا او ابن عمي او صاحبي يبتدي صوتنا يعلى ويبتدي يتغير. برضو الحروف عندي كمان كده، لما بيكون الحرف لوحده بيكون ليه صوت، لكن لما بيكون معاه حد صاحبه بيبتدي صوته يتغير او المقطع بتاعي صوته بيتغير. النهارده انا هتكلم عن المقطعين الاتنين دول بس، اللي هما السي اتش والاس اتش. تعالوا كده بنشوف مع بعض حكاية البت شوشو المايصة دي اللي مغلبانا معاها. كان في مرة بنوتة اسمها شوشو. مالها شوشو؟ مس شوشو دي عامله لنا قلق. الست هانم كل شوية تقعد لنا الأغاني وتقعد ترقص، وطول ما هي قاعدة بترقص تقول ايه؟ I am شوشو شك شك، I am شوشو شك شك، وقرفانة. احنا عايزين نعرف ان الاس اتش هنا ساوند اوف شه، ساوند اوف شه. انا ممكن ادخل لابني المعلومة بطريقة عبيطة جدا بطريقة سهلة جدا. اهم حاجة يعرف ان الاس اتش شه. انا لازم ابسط المعلومة، مش هكون مدرس شاطر لما اقعد اعمل ورق فونكس وحاجات هم مش عارفينها وحط الحرف ما بين مش عارفة ايه. لا 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 لا، انا بدرس لاطفال صغيرة، مش عايزة اصلا اخوفه واحسسه ان الموضوع كبير. لا انا بلعب معاه. الاس اتش شه يا حبيبي، وشوشو كانت بترقص ومبسوطة ولابسة الحزام ومتدلعة. طب هل احنا عندنا حاجات او امثلة تانية اكزامبلز تاني على الاس اتش؟ طبعا عندنا كتير. تعالوا كده اما نشوف مع بعض. يعني زي مثلا انا عندي القرش ده شارك شارك، انا عندي الاس اتش هنا جات لي في اول الكلمة شه شه، ساوند اوف شه شه. كمان عندي السمكة الجميلة دي فش فش، انا عندي الاس اتش جات لي في اخر الكلمة ساوند اوف شه شه، ساوند اوف شه شه. يبقى انا كل شوية اغني معاه واقول له الاس اتش شه، الاس اتش شه. طيب انا قلت هتكلم النهاردة عن حاجة تانية اللي هو السي اتش. ايه بقى السي اتش وايه قصة السي اتش؟ انا كمان عندي حدوتة كده، حدوتة لما الفار دخل البيت عندنا ومصمم ما يطلعش الا بحتة الجبنة. تناه كل شوية يصوصو ويقول I wanted cheese I wanted cheese I wanted cheese I wanted cheese، ومصمم ان هو يوصل لحتة الجبنة بتاعته. صح، هيبتدي يمشي جوه المتاهة لغاية ما يوصل للتشيز بتاعته. شوفي ماما زعلانة ازاي عشان في فار في البيت. يبقى السي اتش شه، السي اتش شه. ابتدي ادخل امثلة تانية زي مثلا ميدين تشاينا، مصنوع في الصين وموجود على كل الحاجات اللي احنا بنستعملها. وكمان لما بنيجي نتصور بالكاميرا بنقول ايه؟ say cheese say cheese، علشان سننا تبان وتكون الضحكة حلوة. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة. الاس اتش شه والسي اتش تشه. مش هقول لكم بقى زي كل مرة، انتوا عارفين لايك وكومنتس وشير وظبطوني. وانا عايزة في الكومنتس تحت كل واحد يجيب لي كلمة فيها ساوند شه وساوند تشه، ووروني كده الابداع. مش هننسى الهاشتاج بتاعنا الشبشب مش اسلوب حياة، والهاشتاج الجديد لم علينا عبيدك يا رب. يلا باي باي، تصبحوا على خير، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.